الحبايب مساء الخير. شفتوا اللي عملته مي فاروق؟ لابسه لي طرحه وفستان وعامله لي فرح وهي بتتجوز مره تانية وبنتها وابنها بيرقصوا جنبها. ده ينفع؟ ده كلام؟ والناس طبعا بينتقدوا وماسكين الموضوع من اول امبارح مطلعينها ترند يعني. شايفين احنا مجتمع محافظ ازاي؟ شايفين الناس ما بترضاش بقله القيمه ازاي؟ لا، احنا ما بنرضاش بقله القيمه. احنا بقى فينا مرضى كتير قوي، بقينا فينا ناس عندهم مشاكل نفسيه كتير قوي، وناس من جواها سواد لا تتخيلوا. زي ما في ناس كويسه، في ناس من جواها سواد وحقد، وناس اغبياء بشكل لا تتخيلوا. والله العظيم يعني احنا كويسين بس في وسطينا شويه كده، دول المفروض يعني نغرقهم في البحر الاحمر. الست عملت ايه؟ الست عملت ايه غير انها بتتجوز وعملت فرح وبتفرح؟ واللي خلاني اطلع اعمل الفيديو ده للامانه كومنت قريته على فيديو من فرح مي. واحده بتقول بنتها بترقص جنبها بس من جواها قلبها بيعيط يا عيني، باين واضح قوي على وشها. نعم يا اختي، نعم. هو انت كنت دخلتي كشفتي على قلب بنتها وعرفتي انها قلبها بيعيط؟ يعني ايه؟ انا ما اعتقدش ان مثلا مي فاروق ماسكه على عيالها زله علشان ترقصهم في الفرح بالعافيه. طب مش يمكن اصلا ولاد مي فاروق هم اللي طلبوا منها انها تعمل فرح؟ والله ممكن، واحتمال كبير. شافوا امهم مثلا متمرمطه ومتبهدله معاهم، وهي اللي شغاله اب وام ليهم، واللي هي بتصرف وبتاكل وبتشرب وبتلبس وبتعلم وبتودي تمارين وتجيب من التمارين وبتعمل كل حاجه، فقالوا لها يعني من حقك انك انت تفرحي. مش ممكن؟ ايه؟ طب مش ممكن مثلا مي في تجربتها الاولانيه ما عرفتش تعمل لنفسها فرح ولا فرحت اساسا، ولما جت الفرصه تاني فقالت تمام مفيش مشكله انا افرح والبس الفستان الابيض اللي انا ما لبستوش، او انا لبسته مثلا بس يعني كان عدائي مثلا، وان دلوقتي الظروف متبحبحه شويه معايا خليني اعرف اعمل فرح؟ ايه؟ عملت ايه غلط؟ انا طول الوقت انا ما برضاش بالغلط، ولو هي كانت عملت غلط انا كنت اول واحد اقسم بالله هطلع واهاجمها واقول لها. لكن احنا دايما بننتقد وبنهاجم وبنرفض فكره المساكنه والجواز المدني واللي معرفش ايه والجواز العرفي. والست اتجوزت على سنه الله ورسوله وبتشهر وبتعلن جوازها قدام الناس كلها، وحبت تفرح فرح الناس، وما عملتش الفرح اللي فيه المجون يعني والخمور والمش عارف ايه. ما في الكلام ده خالص، فرح عادي جدا بيحصل كل يوم 3000 مره في 3000 اوتيل في مصر عادي يعني. ايه بقى اللي حصل؟ بس احنا ازاي ما ينفعش يتعدي كده؟ واحده بتفرح ازاي؟ احنا لازم ننكد على اهلها. هي تفرح ليه واحنا قاعدين اصلا متنكدين وقاعدين متكلفتين بالبطاطين وهم عاملين يرقصوا ويزغرطوا ويهيصوا؟ لا طبعا، لازم ننكد عليها ولازم نفسد فرحتها بقى ونفسد شهر العسل بتاعها ونخليها تعيط شويه ونخليها تقول يا عيني. يعني ما لازم كده؟ مش احنا معانا تليفون وباقه ب 15 جنيه؟ خلاص نتحكم في حياه الناس بقى، نعمل ده كله؟ ايه العقد دي؟ ايه كم المرض ده؟ ايه ده؟ انت تحكم، انا اسف، على امك، على اختك، على بنتك، لكن ما تحكمش على بنات الناس. هم احرار. لا هي دفعت فلوس الفستان من جيبك، ولا دفعت فلوس القاعه من جيبك، ولا دفعت فلوس العشاء من جيبك. الست ده من تعبها يعني، من شغلها، من شطارتها، عادي جدا. افرحوا للناس علشان الناس تفرح لكم، وانت هتلاقي في فرحتك حد يجي يفسدها عليك بكلمه. وانا دايما اقول ان الكلمه بتموت. عيب. انت ما ممكن ما تعرفش حالها دلوقتي عامل ازاي، اقسم بالله من الكلام اللي انا شفته ده مئات الكومنتات اللي هي فيها كم مرض نفسي رهيب. اذا كان انا كواحد بعيد اتاثرت عادي، قلت ايه ده؟ يا ساتر يا رب ليه كده؟ فتخيلوا ممكن وهي بتقرا الكلام ده يحصل لها ايه. باركوا لها وقولوا لها يعني ربنا يهدي سرك وربنا يفرحك وربنا يفرح الجميع. اتمنوا الخير للناس. شكرا.